فيل صغير أبوه اتقتل بطلقة نارية على إيد واحد من الصيادين غير الشرعيين، واتقطع واتسرقت أنيابه. وبعدها بفترة قليلة أمه نفسها بتتاكل على إيد زمرة كاملة من الأسود، ذكور ولبؤات وأشبال. وبعد سنين من التعب والألم الفيل ده بيكبر وبيرجع ينتقم من البشر والأسود وبأبشع الطرق. يعني كان بيطير الأسود في الجو وبيدهس البشر برجليه ويساويهم بالأرض، وبقى هو ملك الأدغال الحقيقي في وقتها. طب ازاي الفيل ده قدر ينجو من الموت وهو صغير؟ وازاي كمان جمع الافيال ونفذ انتقامه؟ ويا ترى بقى هيموت ولا هيتقتل؟ عايز تعرف؟ هقول لك كل حاجه بالتفصيل، بس قبل كل ده تقوم تعمل لك مج كوبايه شاي بالنعناع كده كبير وزوين زيك وتجيلي، علشان الحلقه بتاعت النهارده دسمه ومليانه بلاوي. بس زي ما احنا متعودين صديق الانسان قبل الكلام وجب السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد من اوعى الوحوش تبقلشك. طب مبدئيا كده وقبل اي حاجة وعلشان المصداقية اللي مبنية بينا بقالها سنين، لازم انوه واقول لكم ان القصة دي من الاساطير الافريقية القديمة، يعني ممكن تكون حصلت فعلا وممكن تكون ما حصلتش من الاساس، بس احنا هنا هنقولها من باب السرد ومن باب ان الفيل ده عليه لغط كتير وبيطلقوا عليه اسم الفيل جامبو او الفيل الضخم الغاضب القاتل، اشهر فيل في التاريخ الحيواني كله. سنة 1957 في أدغال دولة زيمبابوي كان موجود هناك حياة برية عظيمة زي أي سافانا في أفريقيا، يعني كان في حيوانات مفترسة وعلى رأسهم الأسود طبعا، وفي كمان فرائس وعلى رأسهم الأفيال. قطيع الأفيال اللي هناك بقى كانوا دايما مع بعض، والأنثى الأكبر القائدة لسه مخلفة فيل بقالها 6 شهور، وذكور القطيع بيحموا الفيل الصغير من كل المخاطر وكلهم بيرعوا مع بعض. بس في يوم وكالعادة ومن زمن الزمن بتطلع مجموعة من الحرامية بين قوسين كده الصيادين غير الشرعيين، وقرروا انهم يصطادوا اكبر ذكر فيل في القطيع ده بسبب ضخامته وانيابه والعاج الغالي اللي بيمتلكه. وفعلا اطلقوا 9 رصاصات على الفيل ورقدوه وجابوا اجله، وما اكتفوش بكده، لا دول قطعوه لحتت وخلعوا انيابه واجزاء من لحمه. وطبعا ده ساب اثر سيء في نفس الفيل الصغير. وللي ما يعرفش، فالافيال هي الحيوانات الوحيده اللي بتمتلك اكبر ذاكره بين الحيوانات كلهم، يعني لو شال منك هيفضل مخزن لك حتى لو بعد 100 سنه، ولازم هينتقم منك ومش هينسى طاره ابدا. المهم ان قتل الذكر الضخم الالفا عمل خلل في القطيع، لانه كان بيقدر يحميهم من كل المخاطر وعلى راسهم الاسود طبعا، وده بسبب ضخامته المفرطه في الحجم. بس القطيع ده لو فضلوا متماسكين ومع بعضهم محدش هيقدر يقرب منهم. وبعد مرور شهور تانيين الله اعلم هم كام، الام القائده كانت بتكبر في السن وبتعجز هي كمان، وفي مره بتنفصل هي وابنها الصغير عن القطيع وبيروحوا مع بعض لوحدهم عند النهر علشان يستحموا ويشربوا. وفجأة بقى وبدون أي مقدمات بيطلع عليهم زمرة كاملة من الأسود الجعانة علشان يقتلوا الأم وابنها دفعة واحدة وياكلوا فيهم بقى كذا شهر. وقدروا يعملوا كردون على الأم وابنها وهاجموا الابن الأول لأنه الحلقة الأضعف دلوقتي، بس الأم وقتها بقى بقت بتستميت في الدفاع عن ابنها، وكانت بتجري ورا الأسود وتحاول إنها تضربهم. وهنا بقى زمرة الأسود قرروا إنهم يغيروا الاستراتيجية بتاعتهم في الهجوم، وقالوا إحنا بدل ما نهجم على الابن إحنا هنهجم على الأم نفسها ونقتلها، وبعدين بقى نبقى نمزمز في الواد الصغير ونخلي الأشبال يتضربوا عليه. وبعد زمجرة ودوشة وقر وفر أخيرا قدروا يفرهدوا الأم، ومش بس كده، لأ دول كمان وقعوها على زلومتها وبدأوا يخنقوا فيها. وقتها قطيع الأفيال بيسمع اللي حصل وبيوصلوا للمكان علشان ينقذوا القائدة وابنها، والأسود بتجري فعلا. بس للأسف الأفيال لما وصلوا كانوا وصلوا بعد فوات الأوان. هو ما كانش فات قوي يعني، لأنهم قدروا يلحقوا الابن من الموت، لكن القائدة العجوزة الأسود كانت خنقتها وقتلتها خلاص. علشان كده هم خدوا الابن معاهم وسابوا جثة الأم مرمية على الأرض. وبعد شوية الأسود جت وبدأت تاكل فيها، وبكده يكون الفيل الصغير ده شاف البشر وهم بيقتلوا أبوه وبيقطعوه، وده خلاه يربى عداوة بينه وبينهم. وبعدها على طول بيشوف الأسود وهم بيهاجموه عاوزين يقتلوه، وكمان بيهاجموا والدته وبيقتلوها وبياكلوها قصاد عينيه، وده خلاه بقى يكره الأسود أكتر من البشر. في الوقت ده قطيع الأفيال قرر إنه يربي ويراعي ويحمي الفيل الصغير، الإرث الأخير من القائدة والذكر الضخم.
ومع مرور الايام والشهور والسنين كان الفيل بيكبر وبينمو بسرعه ما تتصدقش، وبقى اضخم من الافيال اللي كانوا اكبر منه في العمر كمان. وكان طالع فيل غبي، مش غبي في التفكير، بالعكس ده كان شيطان وداهيه، لكنه غبي في العداوه وشرس وخطير جدا. الفيل أول ما وصل لمرحلة النضج والبلوغ الجنسي الكامل كان بقى أكبر وأضخم فيل موجود في زيمبابوي كلها ويمكن في أفريقيا، وكان بيتخانق مع أي فيل بيقف في سكته حتى لو كان من نفس القطيع اللي رباه وأنقذوه زمان. في الوقت ده بقى السكان أطلقوا عليه اسم جامبو أو الفيل الضخم، لكن اللي جامبو هيعمله بعد كده هيخليهم يطلقوا عليه اسم الفيل الغضبان أو الفيل المجنون أو الفيل القاتل. جامبو بقى زعيم وقائد القطيع، ودي حاجة عكس الطبيعي عند الأفيال، لأن المفروض القائد أو الألفة تبقى أنثى، بس جامبو ما كانش فيه لا إناث ولا ذكور بيقدروا يقفوا في وشه وإلا هيفرمهم فرم. جامبو كمان لما اكتملت قوته بقى بيهاجم البشر، ويقال إنه قتل أكتر من 13 شخص في سنة واحدة، وكان بيهاجم القرى وبيهد البيوت وبيكسر كل حاجة، وكان بيهاجم كمان الخراتيت او وحيد القرن والزرافات والجواميس وحتى عربيات السفاري، وبيطحن كل حاجه تقابله. ده حتى الاسود في الوقت ده ما بقوش اسود، لان جامبو كان مصمم ينتقم منهم وحاططهم في دماغه. جامبو كان بيروح يدور على اماكن الاسود ويضربهم ويقتل الاشبال اللي ما بتلحقش انها تهرب منه. ويؤسفني ان اقول ان الاسود وقتها كانوا بيخافوا من الفيل ده وبيتجنبوا مواجهته، لانه هيفرتكهم وناولهم على الشر وحاططهم في دماغه. بس كل ده ما فرقش مع المسؤولين في زيمبابوي عن الحياة البرية، والحاجة الوحيدة اللي خلتهم يتحركوا لما جامبو قتل سائح انجليزي ودهسه. وقتها بقى الدنيا اتقلبت من فوق لتحت، لان السائح ده ليه تمن غير المواطنين العاديين الكحيانين اللي يغوروا في داهية مش مهم. علشان كده المسؤولين طلعوا حملة بتتكون من 30 حارس مسلحين، مهمتهم الاولى والاخيرة هي انهم ما يرجعوش الا ومعاهم جثة الفيل القاتل ده. وفعلا بعد شوية بحث حلوين جامبو ظهر وبدأ يهجم على الحراس، وقبل ما حد يتأذي أو يموت قائد الحرس أطلق رصاصة حية في نص دماغ جامبو. ومع إن جامبو فيل ضخم فعلا، إلا إن الطلقة اخترقت جلده وعملت له خرم كبير في نافوخه. بس الصدمة بقى إن جامبو حتى بعد ضربه بالنار فضل عايش، وكان واقف على رجله وما وقعش على الأرض، وكمان كان بيهاجم الحراس واتجنن أكتر من الأول. علشان كده كلهم نفذوا امر قائد الحرس، وكله فتح الرصاص على الفيل، لدرجة انهم اطلقوا عليه فوق 140 رصاصة علشان يصفوه تماما ويتأكدوا انه مات والخطر راح خلاص. ومن يومها ولحد وقت تصوير الحلقة دي واسم الفيل جامبو معروف في كل افريقيا، وتحديدا بقى في دولة زيمبابوي. ومعظم السكان المحليين هناك بيتعاطفوا معاه، وبيقولوا ان غضب جامبو ده كله ضد البشر والاسود طبيعي، لانه ضحية في الاساس. وبكده يكون خلص فيديو النهارده من اوعى الوحوش تبقى الاشط. صديق الانسان الجميل الحبوب، من وجهة نظرك بقى جامبو ضحية ومجني عليه، ولا كان حيوان غبي وقاتل ومتوحش؟ اكتبوا لنا تحت في التعليقات. وان شاء الله استنونا في حلقات جاية اقوى وامتع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.